ازاي تحول اللوجو بتاعك او اي رسمه او صوره ثنائيه الابعاد للوجو 3D او صوره واقعيه ثلاثيه الابعاد وبضغطه زر. كل اللي عليك تابع معايا شرحه كويس جدا، وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. قبل ما نبدا في موضوع النهارده، لو انت عايز تنتج صور بلا حدود باستخدام الذكاء الاصطناعي ومجانا 100% مدى الحياه، كل اللي عليك ادخل على الشرح اللي هسيبه لك اعلى الشرح اللي معانا النهارده ده، او ادخل عندنا على القناه هتلاقي فيديو جامد جدا بيعلمك الطريقه وبكل سهوله وبشكل مجاني 100%. ولو انت حابب تستخرج وصف اي صوره عجبتك باستخدام الذكاء الاصطناعي، كل اللي عليك هتدخل على الشرح اللي هسيبه لك ده، او تدخل عندنا على القناه وتدور على فيديو استخراج وصف اي صوره باستخدام الذكاء الاصطناعي، وادخل على الطريقه الثانيه. موقع جامد جدا هيجيب لك وصف كامل ودقيق للصوره اللي هتديها له باستخدام الذكاء الاصطناعي. السلام عليكم، معاكم طارق جاد، والنهارده معانا شرح بسيط جدا وموقع سهل ومجاني لتحويل الصوره او اللوجو او الرسمه بتاعتك من رسمه على ورق لرسمة ثلاثية الأبعاد أو رسمة واقعية. كل اللي عليك تابع معايا الشرح ويلا بينا نخش في التفاصيل. الفيديو اللي معانا النهاردة سهل وبسيط جدا. كل اللي عليك من خلال الرابط اللي هسيبهولك أسفل الفيديو في الوصف هيدخلك على رابط التدوين الخاص بموضوعنا النهاردة، ومجرد ما بتنزل لآخر التدوينة هتلاقي رابط مباشر للموقع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. والموقع اللي معانا النهاردة موقع غني عن التعريف، وشرحنا عنه قبل كده في أقوى فيديو عملناه عندنا على القناة بيشرح لك ازاي تستخرج وصف اي صورة عجبتك بالذكاء الاصطناعي. والموقع ده رهيب جدا وبيجيب لك وصف دقيق جدا لأي صورة عايز تجيب الوصف بتاعها، لكن ده مش موضوع حلقتنا دلوقتي. كل اللي عليك انك هتختار المقاس اللي انت عايز تبدأ بيه المشروع بتاعك، او ان انت تبدأ ترفع الصورة مباشرة وهو هيبدأ ان هو يعمل لك مشروع على حسب مقاسات الصورة اللي انت رفعتها له. تمام، احنا مثلا هنبدأ ان احنا نختار واحد لواحد، هيبدأ ان هو ينشئ لنا مشروع جديد بالشكل اللي انت شايفه ده. ومجرد ما بتضغط على الدايرة اللي في منتصف المشروع بتاعك هيبدأ ان هو يوجهك لجهاز الكمبيوتر بتاعك علشان تبدأ تختار الصورة ال2D اللي انت عايز تحولها لصورة 3D، سواء بقى لوجو، صورة، رسمة انت رسمتها، ايا كان الصورة اللي انت عايز تحولها لشكل 3D كأنها صورة واقعية او من كرتون 3D حقيقي. مثلا احنا الصورة اللي هنجرب عليها النهاردة صورة سوبر ماريو، اللعبة المشهورة جدا واللي كلنا كنا بنحبها وبنلعبها واحنا صغيرين. بعد ما بترفع الصورة بالشكل ده بيبدأ ان هو يظهر لك الحدود بتاعتها بحيث ان انت تقدر تصغر وتكبر وتظبط الصورة في الموقع اللي انت عايزه. بعد ما بتخلص تظبيط الصورة كل اللي عليك دلوقتي هتيجي من الخانة اللي على يسار الشاشة دي، هتدور على image to image، وزي ما انت شايف كده دي اللي بتقدر تعدل منها الصورة وتحولها لأي شكل انت عايزه. نضغط عليها بالشكل ده، وفي اول خانة هنا معانا هنبدأ نختار الستايل علشان نحولها من 2D ل 3D. مجرد ما بتضغط عليها كده هيظهر لك الاختيارات الكتير اللي ممكن تجرب منها فلاتر وستايلات كتيرة جدا داخل الموقع الجميل جدا والغني عن التعريف. هنبدأ ان احنا نختار 3D، وبعد ما بنختارها بالشكل ده هننزل كده لتحت وهنضغط على فيس ماتش هنفعلها. ومجرد ما نفعلها بالشكل ده هنبدأ نضغط ستايلرز علشان يبدأ ان هو يحول لنا الصورة اللي احنا رفعناها له لصورة 3D. لو ظهرت لك رسالة زي كده بس هتقفلها بالشكل ده. وبعد ما انتهى من تحويل الصور زي ما انت شايف كده، ركز معايا، شايف الصورة 2D اهيت، اول ما هلمس كده هتتحول اهي. شفت بقى الحركات والذكاء الاصطناعي ما خلاش حاجة نهائيا الا ويقدر يعملها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو البسيط اللي معانا النهاردة. ولو انت حابب فيديوهات اكتر عن السلسلة دي كل اللي عليك اكتب لنا في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.